يبقى التساؤل معلقا حول الكيفية التي استهدفت بها إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله. معلومات حصرية للعربية كشفت عن رواية أشبه بالأفلام. مصادر العربية قالت إن شخصا توجه يوم الاثنين الماضي من إيران إلى بيروت حيث التقى حسن نصر الله. المصدر لم يحدد هوية أو جنسية الشخص إن كان لبنانيا أو إيرانيا، لكن منذ ذلك اللقاء بات نصر الله مراقبا بدقة من قبل إسرائيل. ما حدث خلال اللقاء بين نصر الله وهذا الشخص هو مربط الفرس. العميل قام بمسح نصر الله بمادة معينة بمجرد مصافحته، ما أعطى القدرة لإسرائيل على مراقبة تحركات زعيم الحزب كنقطة متحركة على شاشات الرصد. وبعد ذلك كان لابد من تواجد عنصر بشري على الأرض، وهو الذي رصد وصول موكب نصر الله إلى الموقع وأبلغ عن المعلومة. هنا شبكت إسرائيل النقاط وحددت الشخصيات التي تم تعليمها سابقا والتي تواجدت في مكان واحد. مصادر العربية أكدت أن إسرائيل انتظرت نصر الله لدخول الموقع، وبعد أن توقفت النقاط عن الحركة لمدة دقيقتين تم إصدار الأمر إلى طائرات F-15 باستهداف الموقع وتدميره.